تصاعد قضايا الجرائم المالية بالمغرب. هل نحن أمام تفشي للفساد أم أمام يقظة مؤسساتية غير مسبوقة؟ بقلم الأستاذة فتيحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. الأرقام التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2025 لا يمكن التعامل معها كمعطيات تقنية معزولة أو كحصيلة سنوية روتينية، بل تفرض نفسها كمؤشر دال على تحول أعمق في علاقة الدولة المغربية بملف الجرائم المالية وحماية المال العام. فبلوغ عدد القضايا المسجلة في أقسام الجرائم المالية 1407 قضايا، إلى جانب ضبط عشرات المتلبسين بالرشوة عبر الخط المباشر، يطرح سؤالا مركزيا: هل يعكس هذا الارتفاع تفاقم الفساد أم أنه نتيجة تشدد غير مسبوق في الرصد والمتابعة؟ القراءة السطحية قد تذهب مباشرة إلى الاستنتاج الأول، أي أن الفساد المالي في تصاعد، غير أن التحليل المتأني للسياق المؤسساتي والتشريعي والسياسي يقود إلى نتيجة أكثر تعقيدا. فالمغرب خلال السنوات الأخيرة انتقل من منطق التسامح الضمني مع بعض مظاهر الفساد إلى منطق المخاطرة القضائية، حيث بات الموظف العمومي والمسير والفاعل الاقتصادي يدرك أن احتمالية المتابعة لم تعد نظرية بل واقعية، سريعة ومسنودة بإرادة واضحة من رئاسة النيابة العامة. آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة تشكل في هذا الإطار تحولا نوعيا، ليس فقط لأنها أسفرت عن 60 حالة تلبس خلال سنة واحدة، بل لأنها كسرت أحد أهم حواجز الفساد: الخوف من التبليغ وانعدام الثقة في جدوى الشكوى. عندما يعلم المواطن أن مكالمة واحدة يمكن أن تضع مسؤولا في حالة تلبس، فإن ميزان القوة الرمزي ينتقل جزئيا من المرتشي إلى المجتمع، وهذه نقطة مفصلية في أي سياسة جنائية ناجحة. أما فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، فإن تسجيل 839 قضية خلال سنة 2025 بزيادة مقارنة بسنة 2024 يعكس من جهة توسع الاقتصاد غير المهيكل وتعقد مسارات المال غير المشروع، لكن من جهة أخرى يكشف تطور أدوات التتبع والتحقيق المالي لدى السلطات القضائية. فغسل الأموال لم يعد جريمة هامشية مرتبطة فقط بالاتجار في المخدرات، بل أصبح متشابكا مع التهرب الضريبي والصفقات الوهمية واستغلال الشركات كواجهة قانونية، وهو ما يفسر التركيز المتزايد على هذا النوع من القضايا. اللافت في خطاب رئاسة النيابة العامة هو الربط الواضح بين محاربة الجرائم المالية وتحسين مناخ الأعمال، وهو ربط يحمل دلالة سياسية واقتصادية عميقة. فالدولة لم تعد تنظر إلى النيابة العامة فقط كجهاز زجري، بل كفاعل في استقرار السوق وحماية الاستثمار. الأرقام المتعلقة بمصادر سلطات المقاولة وعدد الطلبات المقدمة والعقوبات المدنية في حق المسيرين تشير إلى تحول في الفلسفة القضائية. لم يعد الفشل التجاري مبررا تلقائيا للإفلات من المحاسبة، بل أصبح سوء التدبير والإضرار بالمقاولة مسألة قد تقود إلى السقوط المدني والمتابعة الجنائية. غير أن هذا التحول لا يخلو من تحديات، فتكثيف المتابعات يضع القضاء أمام ضغط متزايد من حيث الزمان والموارد والكفاءة التقنية، خاصة في القضايا المالية المعقدة التي تتطلب خبرة محاسباتية ومالية عالية. كما أن نجاح هذه السياسة يظل راهنا بمدى استقلالية القرار القضائي عن الحسابات السياسية والضغوط الاقتصادية، لأن أي انتقائية أو تراجع قد يقوض الثقة التي بدأت تتشكل لدى الرأي العام. في العمق ما تشير قصيدة 2025 هو أن المغرب دخل مرحلة قلفة الفساد، أي المرحلة التي يصبح فيها الفساد مكلفا على المستوى الشخصي والمؤسساتي من مجرد سلوك قابل للتدبير الإداري. وهذه مرحلة حساسة لأنها عادة ما تواجه مقاومة صامتة من شبكات مصالح ركمت نفوذها عبر سنوات طويلة، لكنها في الوقت نفسه شرط أساسي لأي انتقال حقيقي نحو دولة القانون. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كانت الأرقام مرتفعة أم لا، بل ما إذا كانت هذه الدينامية ستستكمل بنفس النفس الصارم عندما تمس ملفات أكبر وأسماء أكثر نفوذا. فالمعركة ضد الجرائم المالية لا تقاس بعدد القضايا فقط، بل بقدرتها على تغيير السلوك العام وترسيخ قناعة جماعية بأن المال العام لم يعد مباحا، وأن دولة المؤسسات لم تعد شعارا بل ممارسة يومية.